السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده هنعمل الطعميه بطريقه سهله جدا وبسيطه في البيت بربع كيلو فول بس. هتعملي حفله طعميه. ايوه، حفله طعميه. شايفين شكل الطعميه وده غير طعمها الجميل جدا اللذيذ اللي ان شاء الله يعجبك جدا. ده غير ان هي كمان موفره واقتصاديه وهتعمليها في البيت بمنتهى السهوله. يلا نشوف طريقتها ازاي. انا جبت هنا ربع كيلو من الفول وغسلته كويس قوي ونقيته من اي حاجه فيه، وبعدين نزلت عليه بميه مغليه. ممكن تنقعيه 4 ساعات او ممكن تنقعيه ليله كامله على حسب الوقت عندك. هنا بعد ما عدى ليله كامله شايفين بقى عامل ازاي؟ بتدوسي فيه كده بيتكسر بمنتهى السهوله. هنجيب حزمه من الكرات، او لو مش متوفر كرات هتجيبي كوبايه من الخضره المشكله، كزبره وبقدونس وشبت. وانا هنا قطعت الكرات وغسلته بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وضفت عليه بقى الفول بعد ما شطفته كويس قوي من الميه اللي كانت فيه. صفيه كويس قوي من الميه علشان ما يبقاش فيه ميه وقوام العجينه يبقى طري معاكي. احنا كده كده معانا نص كوبايه ميه هنضيفها بالتدريج، بس هتضيفيها زي ما بقولك كده بالتدريج بحيث ان يبقى قوام الطعميه متماسك وما فيهاش اي سوائل. وكمان هنجيب بصلايه كده نغسلها كويس قوي نقطعها بالشكل اللي انت شايفاه، واضيف عليهم كمان 5 فصوص توم او مكعبين توم لو انت مفرزاها، وهضربها في الكبه بالشكل اللي انت شايفاه ده دلوقتي. ومعايا كمان نص كوبايه ميه هضيفها تدريجيا، ولازم تضيفيها تدريجيا علشان القوام ما يطرش معاكي. شايفين الفول عشان منقوع كويس قوي بيتضرب بكل سهوله في الكبه ازاي. ودلوقتي هنزل بالميه تدريجيا، هنزل شويه شويه كده بالميه لحد ما احس ان خلاص هي مش محتاجه اي ميه تاني. مش هزود لها اكتر من نص كوبايه يعني. وعلشان اتجنب اي سوائل في الطعميه هضيف معلقتين 3 بقسماط ناعم، او لو عندي رغيف فينو ناشف كده هضيفه عليهم. شايفين انا شفت بصيت عليها كده لقيتها لسه عايزه شويه ضرب كمان. قلبتها من فوق لتحت وضربتها كمان زي ما انتم شايفين كده لحد ما هتشوفي قوامها معايا، وهتشوفيها كمان احلى من اللي بتجيبيها من بره بكتير. وكمان ضامنه نظافتها ومكوناتها انت حطاها بايديكي، ومش حاطه لها اي حاجه زياده غير اللي انت شفتيه معايا ده دلوقتي. ده رغيف الفينو اللي انا قلتلك عليه، او 3 معالق بقسماط ناعم، وهيقضوا نفس الغرض يعني سواء العيش الفينو او البقسماط الناعم. هم وظيفتهم ان هم بيمتصوا اي سوائل زياده في الطعميه، وهتبقى معاكي زي الجاهزه بالظبط. انا ما بحطش ولا ملح ولا فلفل ولا بيكنج باودر ولا بيكربونات ولا اي حاجه من دي غير وانا بقليها. يعني انا بحتفظ بيها زي ما انت شايفه كده من غير اي حاجه، ووقت ما باجي اقليها بحط لها كل حاجه. انا دلوقتي بقليها معاكي وزي ما انت شايفه، وده شكلها وده لونها زي ما انت شايفه كده مقرمشه وحلوه جدا، وطعمها كمان حلو قوي. وانا بقليها بحط لها ملح وفلفل وكزبره وكمون، وبقليها بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبألف هنا وشفا بجد. حلوه جدا واحلى كمان من اللي بنجيبها من بره وانضف، وكمان موفره. بس هو ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبك. لو عجبك ما تنسيش تعملي لي لايك وتكتبي لي كومنت حلو زيك. باي باي.